عليكم ورحمة الله. معانا النهاردة منزل 3 أدوار في المنطقة التانية قطاع جيم. ما شاء الله زي ما احنا شايفين المنزل تشطيب واجهة خارجية حجر هشمي بالكامل، إضاءات حديثة بالكامل، الواجهة كلها مضيئة أب داون سبوت. ما شاء الله. هنشوف مع بعض الشارع الأمامي للمنزل، شارع جميل جدا. أول نمرة على الخدمات وعلى المواصلات. زي ما احنا شايفين كده مساحة الجنينة الأمامية حوالي 40 متر. المنزل 110 متر صافي مباني. زي ما احنا شايفين ما شاء الله مساحة جميلة جدا، نقدر نشطبها رخام، نقدر نعمل حوض زرع، نقدر نعمل برجولة. ما شاء الله تنفع معانا على أي استخدام. زي ما احنا شايفين تفاصيل جميلة جدا. مدخل البيت الرئيسي بتاعنا لوحة الأربع عدادات، في 4 عدادات كهرباء وعداد مية، مدفوع جدية التصالح، مفتوح ملف تصالح مع الجهاز، الورق كله بالنسبة للجهاز خالص. ما شاء الله مساحة ريسبشن جميلة جدا. المنزل بالكامل متأسس كهرباء وسباكة ومحارة ومصيص. زي ما احنا شايفين مساحة جميلة جدا. مطبخ أمريكان على الريسبشن، حمام ضيوف مساحته محترمة جدا، يقدر يخدم الشقة كويس. زي ما احنا شايفين متأسس سباكة بالكامل. ما شاء الله حاجة محترمة جدا جدا جدا. ريسبشن أكتر من 3 قطع. المطبخ بتاعنا الأمريكان مفتوح على ريسبشن مباشر. طبعا معانا هنا غرفة ضيوف أو غرفة معيشة، برضو مساحتها محترمة حوالي 6 في 3.5. ما شاء الله. هنشوف مع بعض الجنينة الخلفية. الباب بتاعها بيكون في المطبخ. زي ما احنا شايفين كده تشطيب الواجهة جميل جدا، التشطيب الخلفي. المنزل بتاعنا 3 أدوار زائد روف. هنشوف مع بعض تفاصيل الدور الثاني والدور الثالث للمنزل. ما شاء الله المدخل بتاعنا مرتفع، مدخل البيت سلم جميل جدا مرتاح جدا. طبعا واقف على تشطيب الرخام، تشطيب السيراميك وتشطيب النقاش. يعتبر احنا قطعنا لك نص السكه في التشطيب. ما شاء الله زي ما احنا شايفين مساحه ريسبشن جميله جدا ولا اروع. مفيش المساحه دي في ابن بيتك. ما شاء الله حاجه محترمه جدا جدا جدا. زي ما احنا شايفين المنزل كله معمول محاره وكهرباء. دي كده معانا مساحه جميله جدا 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 نقدر نستغلها، كلها متقسمه ومتوزعه كهرباء بالكامل بتطل على الحديقه الخلفيه. هنشوف مع بعض بقية الشقة. ما شاء الله دي كده مساحة حمام للدور الأول العلوي. ما شاء الله دي كده مساحة أول غرفة. طبعا مساحة محترمة جدا نقدر نستغلها. غرفة نوم كبيرة جدا، غرفة أطفال تشيل معانا سريرين ودولاب. ما شاء الله جميل جدا جدا جدا. هنشوف مع بعض مساحة الشقة الدور التاني العلوي. زي ما اتفقنا المنزل 150 متر مساحة الأرض، مباني 110 متر صافي، متأسس كهرباء وسباكة ومحارة ومصيص. ما شاء الله حلو، النجارة كلها راكبة. المنزل بتاعنا تشطيب الواجهة الخارجية بتاعته حجر هشمي بالكامل، ريسبشن ولا أروع. نقدر نستغله قطعتين محترمين جدا. نشوف معانا مساحة المطبخ للشقة الدور التاني. ما شاء الله طبعا مساحة محترمة جدا متوسع. ما شاء الله الكهرباء بتاعتنا متوزعة بشكل جميل جدا. طبعا ليه شباك تهوية على الحديقة الخلفية، شباك تاني. الريسبشن بتاعنا التهوية بتاعته جميلة جدا. ارتفاع الأسقف كلها 3 متر و20 فيما فوق. ما شاء الله مساحة الحمام بتاعنا جميل جدا، نقدر نستغل فيه كابينة شاور. معانا الغرفة رقم 2، دي الغرفة اللي تخص الأطفال، متشون فيها الرمل بتاعها ما شاء الله. بالنسبة للسيراميك معانا الغرفة رقم 1 غرفة النوم، غرفة جميلة جدا 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 بمساحة ولا أروع. طبعا شغل محارة بالكامل، شغل بؤج مش قد، يعني مفيش في أي سنتي في المحارة في أي تعديل. زي ما احنا شايفين الصاعد بتاعنا طالع لحد السطح، يعني معانا تغذية كهرباء وتغذية سباكة في الروف بتاعنا. ما شاء الله ده كده مساحة روف محترمة جدا. واجهة البيت بحرية زي ما احنا شايفين. الروف بتاعنا كامل المباني. مساحة الروف بتاعنا محترمة جدا جدا جدا. معانا هنا أول مساحة حمام للروف. ما شاء الله الروف بتاعنا هنا نقدر نبني فيه شواية، نقدر نعمل برجولة، نقدر نكمله مباني ونخليه شقة رقم 4 مفيش أي مشاكل. مساحة مطبخ صغير أوفيس يقدر يخدم معانا الروف بشكل جميل جدا. مساحة الغرفة محترمة جدا جدا للروف، نقدر نستغلها غرفة ضيوف، غرفة مثلا غرفة حارس زي ما احنا عايزين.
ما شاء الله مساحة ما بتتكررش في المنطقة التانية. والمنطقة التانية طبعا معروفة بأميز المناطق في حدائق أكتوبر، طبعا لأن فيها جامعة زويل، فيها القرية الكونية، فيها نادي الزمالك. المنطقة فيها كافة الخدمات من أول المناطق في ابن بيتك تسكن. ما شاء الله حاجة محترمة جدا، نموذج مميز جدا 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 بالمساحة بتاعته. ما شاء الله الخدمات بتاعتنا أول نمرة على الطريق زي ما احنا شايفين. ده كده مول تجاري في كل خدماتك اللي محتاجها. الحديقة الأمامية بتاعتنا، الشارع الأمامي كله ساكن، شارع على مستوى عالي جدا. ربنا يبارك.